ماشي قاع قصص الرعب كيبداو ببيوت مسكونة. كاينين قصص كيبداو ببنت عادية كانت كتقرا وكتعيش حياتها بحالنا كاملين، حتى لواحد النهار اللي تبدلات فيها حياتها ولاو الأرواح اللي تلبساتها هي اللي مسيطرة على حياتها. هذه ماشي قصة خيالية، قصة أناليز ميشيل، البنت اللي ماتت وهي كتحاول تطرد الشياطين من الجسد ديالها. هاد القضية اللي هزات المجتمع الألماني وخلاتو حاير ما بين الطب والمعتقدات الروحية والماورائيات. بغيت نقول لكم قبل ما نبداو اللي باقي ما مشتركش معنا في القناة يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. يوم 21 شتنبر سنة 1952 في قرية ليبلفينغ في بافاريا، بالضبط في ألمانيا، تزادت واحد البنت كانت سميتها أناليز ميشيل. تزادت في وسط عائلة كاثوليكية محافظة بزاف، لدرجة كانوا متشددين. أناليز كانت هي الكبيرة في خواتاتها، كانت بنت هادئة متفوقة في دراستها ومحبوبة عند صحابها ومحترمة في وسط مجتمعها الصغير. حتى العام 1968 فين كانت عندها 16 عام وقع أول حادث اللي كان غريب. المدرسة فين كانت كتقرأ أناليز انضمات واحد الرحلة، كان كل شي عادي حتى تعرضات أناليز لنوبة صرع قوية، فقدت الوعي وتشنج الجسد ديالها. الأساتذة كيعيطوا على والديها وعلى سيارة الإسعاف وكياخدوها السبيطار. الأطباء داروا تحاليل وشخصوا حالتها بحالة الصرع، عطاوها أدوية ولكن حالتها ما تحسناتش، عاد ما غادو كتكفس. أناليز قالت انها بدات كتشوف خيالات ديال الوجوه اللي كتخلع في كل بلاصه، كتشوفهم في الطريق، في الجامعه وحتى في بيت النعاس. وهي ناعسه في بيتها كتبدا تسمع اصوات كتقول ليها غاديه تحرقي في جهنم، انتي ملعونه. والديها كياخدوها عند الاطباء النفسيين وجربوا معاها بزاف ديال العلاجات، لدرجه انها جلسات مده في سبيطار ديال الامراض العقليه وخدات بزاف ديال العلاجات والمسكنات بلا حتى شي فائده. حتى التجأوا والديها لبعض القساوسه، ارنولد رينز وإرنست آلت، قالوا ليهم باللي بنتكم ممسوسة من أرواح اللي خبيثة وشيطانية. سنة 1975 القساوسة بداو كيديروا الحصص ديالهم، ولكن مع الأسف بلا حتى شي فائدة، الأمور عاد ما غادو كتكفس. أناليز ولات اللي دخل عندها كتلح عليه بقوة اللي مجهدة واخا كتكون مربوطة، وكتبقى تضرب فيهم ضرب اللي عنيف. العائله ديالها عانوا بزاف معاها، لدرجه ان واحد المره الاب ديالها كان واقف حتى القسيس فاش كانوا كيديروا الحصص وهي تبدا تسب سبان اللي خايب بزاف وضرباتو. الاب مسكين بقى كيبكي وما قدرش يشوف الحاله اللي وصلت ليها بنته. الام ديالها شهدات ان بنتها اناليز فاش كتكون نازله في الدروج كتنزل بواحد الطريقه اللي غريبه بحال شي حيوان، كتبدا تمشى برجليها ويديها. أناليز فاش كتكون ناعسة كتبدا تهضر بأصوات اللي مختلفة في نفس الدقيقة، أصوات فيها عيالات ورجال، والعائلة كان هادشي كيوقع قدام عينيها. كانت كتقول باللي هي ماشي أناليز، باللي هي لوسيفر وهتلر ويهودا ونيرو. القساوسة فاش كانوا كيتواصلوا مع الأرواح قالوا لهم علاش دخلتوا لجسد أناليزا، علاش هي بالضبط. الأرواح اللي كانت كتهضر كل مرة بصوت قالوا لهم باللي هي ديالهم ومملوكة ليهم. تخيلوا معايا القساوسة داروا تقريبا 67 حصة طرد الأرواح وما جابت حتى شي نتيجة. الأرواح اللي كانت متلبسة بأناليز كانت رافضة تماما أنها تخرج من الجسد ديالها. داروا طقوس اللي كانت قاسية بزاف، الصيام والجوع، الضرب وتعب جسدي، لدرجة أن أناليز كانت بدات كتاكل الحشرات وكتشرب البول ديالها حاشاكم، وكانت كتغني أغاني شيطانية. في هذه الفترة كانت قطعات الأكل نهائيا، حينت الأرواح اللي كانت متلبساها كانوا كيمنعوها تاكل. والديها كانوا كيزيروا عليها تاكل ولكن بدون حتى شي فائدة. حتى لسنة 1976 أناليز كانت رجعات مسكينة بحال شي هيكل عظمي، كتعاني من الالتهاب الرئوي، الجفاف وسوء التغذية الحاد. قبل ما تموت أناليز بنهار واحد طلبات من القسيس المسامحة. نهار 1 يوليوز من سنة 1976 الصباح لقاوها ميتة في الفراش ديالها، عندها 23 عام. أناليز
مسكينة كتموت. التحقيق الطبي أكد أنها ماتت بسبب سوء التغذية والجفاف، يعني كون عطاوها غير شوية ديال الماء ولا الماكلة في هذيك الفترة كون راه باقا حية. المحكمة اللي تبعات هذه الحادثة اللي كانت تاريخية، الوالدين ديالها والقساوسة قتل الغير العمد بسبب الإهمال. الدفاع قالوا باللي كانوا كيآمنوا باللي كاينين الأرواح الشريرة وكاينين حالات اللي فادتهم جلسات طرد الأرواح، ولكن الادعاء كانت عنده هضرة أخرى، قال باللي هذا إهمال طبي واضح. في الأخير تحكم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ. أناليز ميشيل بقات قصة مفتوحة ليومنا هذا، واش بصح كانت مريضة بالصرع ولا كانت فعلا ضحية لعالم آخر؟ الجواب كيبقى على حساب اعتقاد كل واحد فينا. نتوما شنو بان ليكم؟ لهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو، تهلاو فراسكم إلى فيديو جديد مع قصة غريبة.